عارف يعني ايه تكون ماشي عادي بتاكل لبان تتاخد على الاسم وكله بالقانون؟ اصل في بلاد اللبان فيها جريمه رسمي. تعال نشوف اغرب 5 قوانين في العالم لسه شغاله لحد دلوقتي. في سنغافوره بيع او استيراد اللبان ممنوع من سنه 1992، واللي بيمسكوه بياكله ممكن يتغرم الاف الدولارات. وده ليه بقى؟ قال لك عشان كان في ناس بتعطل ابواب المترو باللبان وبتلزقه في الكراسي. لا ده حقهم بقى الصراحه. في سويسرا لو عندك حيوان اجتماعي القانون السويسري بيجبرك تجيب له صاحب، لو سبته لوحده بس ممكن تتحاكم بتهمه الاهمال النفسي. انا مش هعلق. في اليابان في قانون اسمه ميتابو، مش عارف انا بنطقه صح ولا غلط الصراحه. المهم يعني القانون ده بيحدد اقصى محيط للخصر اللي هو الويست، يعني للرجاله 85 سم وللسيدات 90 سم. طب لو وزنك عدى الحد بيبداوا يعملوا لك برنامج صحي ودايت اجباري. احيه. في مدينة تورينو في إيطاليا لو ما مشيتش كلبك على الأقل مرة واحدة في اليوم ممكن تدفع غرامة توصل ل 500 يورو. القانون ده معمول عشان يمنع إهمال الحيوانات الأليفة. مستغرب؟ طب خد الأغرب. أيوان زي ما قريت بالظبط. في سويسرا برضه بعد الساعة 10 بالليل في بعض الأحياء السكنية ممنوع تشد السيفون بتاع الحمام، وده طبعا عشان الضوضاء والتلوث السمعي. بس السؤال هنا هو اللي بيتزنق بعد الساعة 10 بيعمل إيه؟ لو حابب نعمل جزء تاني بأغرب من كده اكتب لي في التعليقات، وانا هقول لك على قوانين تخليك تقول مستحيل يكون ده بيحصل. وما تنساش تعمل فولو.